انا جوزي بيتكلم مرات صاحبه وهي اصلا صاحبتي، وانا معايا ولد وبنت وهي جوزها مش بيخلف، يعني مش معاها عيال. انا مش عارفه اعمل ايه حضرتك، كل يوم في مشاكل وهو عمال يفكر فيها ومش بيلمسني خالص ومش طايقني. انا هعمل ايه حضرتك؟ كل ما اشتكي لماما بتقولي عيشي، ما تخربيش على بيتك علشان خاطر اولادك، وجوزها ما يعرفش، وجوزها ده صاحب عمره وهي عارفه تتحكم فيه. دي رساله شبه رسائل كتير جدا 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 بتجيلي، وانا قلت لها رايي اللي هو بالطبع انها لازم توقف حد يكون هو بيحترمه وبيخاف منه وبيعمل له حساب، وده اللي في الاغلب بقوله لما يكون في خيانه وتكون الخيانه دي متكرره. ولكنها للاسف ردت عليا وقالت لي ان ده حصل فعلا وهي شهدت حد، ولكنه برده مفيش فايده. طبعا موضوع خيانه الزوج ده حاجه وخيانته لصاحبه ده حاجه تانية. وكان في فيديو لحاله من زمان يجي من سنه ونص، هحطه لكم في اول كومنت لو مش فاكرينه، كان لحاله مشابهه، كان الاستاذ بيخون مع مرات صاحبه. هنا انا مش هقول وعيد اللي انا قلته من يجي سنه ونص في الفيديو التاني، وهو ان الشخص الخاين مش بس لمراته، لا لصاحبه اللي بيأمنه بيدخله بيته، دي مصيبة أكبر. انت شخص سيئاه غرايزه لأبعد حد، مش خاين أمانة بيته بس، لا وبره بيته كمان. وفي النهاية اللي بيحصل في علاقات زي دي بتبقى المصيبة كبيرة، قد تفقدك حياتك. انت فاكر لما صاحبك يعرف وهيعرف هيسمي عليك؟ فاكر ان هو مش هياخد حقه منك؟ فاكر هيعمل فيك ايه؟ مش خايف على بيتك، على حياتك، على مراتك وعلى أولادك؟ مش خايف على حياتهم؟ انت حياتك وحياة مراتك وحياة أولادك في خطر بسببك انت، ونهاية الأمر هتكون مصيبة كبيرة. للأسف هيتضر معاها مراتك وأولادك. نهاية أمر زي ده محتومة، يوم ما هيعرف جوزها نهاية محتومة، وهيعرف مفيش حاجة بتستخبى، استخبت يوم 2 سنة برضه هتظهر. أنا عن نفسي بقول لأي زوجة تكتشف إن جوزها بيخونها واتبعت معاه اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده في فيديو الخيانة، كلمت باللين وخلافه ومنفعش، لما يكون بقى الزوج بيخون صاحبه، وخيانة الصاحب دي صعبة وانتقامها بيبقى اصعب، خدي وعدك وامشي قبل ما صاحبه يعرف، تبقى حياتك انت وولادك مهدده. لان لما واحد يعرف ان صاحبه بيخونه مع مراته، انتقامه منه هيبقى شنيع. اللي زي ده ملوش امان، ما تقعديش معاه، امشي وسيبيه، علشان في يوم اكيد صاحبه هينتقم منه. ما يجيش الانتقام ده بقى فيكي وفي ولادك. طالما انت اتكلمتي مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده، ده شخص ما يتعاشرش، ده خاين الامانه على كل المستويات، ده فاجر، ما تتقالش غير كده. سيبي البيت وامشي، سيبيه هو لوحده يستنى قضاه. انا حرفيا اللي بسمعه في قصص الخيانه اللي بتجيلي يشيب الراس حقيقي. بقول تاني، كل ست لما توصل ان خيانه جوزك بتهدد امانك الشخصي انت وولادك، دي ما فيهاش تسامح، دي ما فيهاش فرصه تانية، ده تسيبيه لنصيبه وهيقعد له وهياخده، هياخد نتيجة أفعاله لا محالة، مفيش هرب. تنويه أخير، كل الرسائل اللي بتجيلي سرية، ما بيتمش نشرها إلا بعد استئذان صاحبها أو طلبه هو شخصيا. كانت معكم في بي أنوار، سيناريستية. يومكم سعيد.